السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معانا في فيديو جديد وشقة جديدة واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده. الشقة يعني العنوان باين من بيقولوا ايه. الفيديو باين من عنوانه. بصوا بقى الشقة كده، المدخل بتاعها تحفة. يعني هما حتى مدخل الشقة مشطبينه عشان يدي روح الشقة وجمالها. بصوا كده الإزاز الفاصل ده اللي مرسوم عليه حلو قوي. شقة النهاردة العروسة قمر، دعوة حلوة من قلوبنا للعروسة والعريس، ربنا يهنيهم ويسعدهم. اللهم امين ويبارك لهم في حياتهم. شقة تشطيب الشركة الهندسية ارت ديزاين، وطبعا ارت ديزاين بصماتها بتبان والجمال اللي بيعملوه. ارت ديزاين اللي اول مرة يشوفنا دايما بيستلم الشقة على الطوب الاحمر، وبيعمل كل حاجة في الشقة من تأسيس كهرباء، تأسيس سباكة، سيراميك، دهانات، جبسن بورد، العفش، الموبيليا، السجاد، الستاير، البرائع، الإضاءة، الأدوات الكهربائية، التشطيب الكهرباء. كل ده بتستلم شقتك على المفتاح بالجمال والقمر اللي حضراتكم شايفين ده. بصوا المنظر الطبيعي اللي ورا الشезлونج ده هاند ميد. ده شغل على الحيطة مش مجرد طابلوه متعلق. صالون كلاسيكي تحفة. بصوا حلو قوي. رغم الناس بتميل للمودرن اكتر، بس الصالون دايما لازم يبقى بالشكل ده. ومفيش فيه قيمة كتير، الوانه حلوة قوي، الهادية، درجات الجولد مع درجات الاوف وايت حلوة قوي. بصوا كمان جمال البورسلين. بورسلين غالبا اللي بتشتغل بيه شركة ارت ديزاين بيبقى غالبا الجوهرة وسيراميك اسباني. بصوا السفرة وجمالها. شايفين اصلا الريسبشن شكله حلو جدا، والاضاءة والالوان. هنا شاشة اهو، وهنا البلكونه، ندخل البلكونه كده وبعد نخرج تاني. حتى البلكونه بيهتموا بيها وبيهتموا بتفاصيلها. الفيو حلو قوي كمان من البلكونه. بيعجبني فيهم ان هم في شغل الستاير والبراءة بقى شغل سيمبل قوي. وجود لون اخضر او حاجه خضراء بتحل اي مكان. بصوا هنا الزرع الاخضر ده، لون الركنه دي قمر. البيبي بلو مع درجات الجراي، هي هنا باللون السيلفر اللي تحت رجلين الركنة، وعليها كوشنز ابيض واسود، والترابيزة برضو باللون السيلفر. شايفين بقى جمال الليفينج حلو قوي. التقسيمة بتاعته في الدايرة كده، الجزء ده دايرة من البيت في كورنر ومع البلكونة. بصوا بقى الانبهار اللي هتشوفوه هنا في الحمام. حمام ملوكي حرفيا، اللهم بارك. استمتعوا بقى بجمال الحمام. السيراميك لون الاسود ودرجات الجولد مع الاسود عاطيه شكل حلو قوي. الحوض نفسه تقسيمته ارت ديزاين من الحاجات اللي بيميز بيها كمان عن كل شركات الديكور، ان هو بيهتم بتفاصيل كتيره جدا. يعني هتلاقوا في الشقه اكتر من حمام، وهو كل حمام واخد روح مختلفه. بصوا كمان الابواب بتاع الحمام والابواب المصفحه بتاع بيبان الشقه. شايفين جمال السفرة واختلافها. ارت ديزاين بيعمل لك كل حاجة بالمقاس، كل حاجة بتصميم خاص بيه هو. فبتحسي ان عندك عفش مميز. غير كل الناس بتجيب مثلا بيبقى في فترة معينة اوضه النوم دي سايدة السنة دي، ترند السنة دي، لا هو بيعمل لك حاجة تليق بيكي مميزة. هنا بقى المطبخ، جمال الوان تقفيلة المطبخ، الحاجة الغير عادية. بصوا اللون غير عادي خالص. تقفيلة المطبخ مش الوان الدرجة اللي الناس بيعملها مثلا جراي، بيعملوا الدرجات البني او الكافيهات. هو كمان اللي بيجيب الكهرباء دي. عشان كده المتر، الناس تقول لي المتر غالي في التشطيب. يا جماعة انت بتاخدي الشقة بكل حاجة فيها، كل التفاصيل دي هو اللي بيعملها، بيحسب متر التشطيب بكل ده. ارت ديزاين كمان بيشتغل ما مش بياخد عدد كبير من الشقق، لان الشقه بتاخد معاه وقت كتير جدا. في شقق من دي بتبقى قديمه خالص، لو تشوفوا فيديوهات قبل وبعد حابين اسيب لكم هتحسوا ان الشقه دي كانت متهالكه، هو بيحييها حرفيا. بصوا هنا بقى الركنه دي وجمال الركنه الجري من الالوان التحفه. سجاده شاج، وهنا الترابيزه باللون الاسود. بصوا ركنه طبعا زي قعده عربي او زي مجلس، بتاخد عدد كبير طبعا. مساحة الشقة هنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كبيرة، فعشان كده هو عامل أكتر من مجلس أو أكتر من ليفينج. وادي مكتبة الجبسون بورد سيمبل أو مكتبة التلفزيون. جمال
يعني الجمال عدى الكلام زي ما بيقولوا، حلو قوي. حطوا لنا لايك لفيديو النهارده، واللي اول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا، كل جزء بتستمتعي بيه حطوا لنا لايك لو وصلتوا معانا للجزء ده. تعليقاتكم قد ايه بتسعدني، وشكرا للناس كتير اللي نورونا الفتره الاخيره والناس اللي بيدعمونا بكلام حلو. شكرا ليكم من كل قلبي، وان شاء الله على وعد ان انا اقدر اقدم لكم محتوى دايما يليق بيكم، واقدر اجيب اكتر من افكار للشقق. بصوا هنا الجزء ده، بصوا الجزء ده، شايفين الجمال والتقسيمه؟ حلو قوي في الممر. طبعا الطرقه بسم الله ما شاء الله طويله. كان في ناس سيدات من السعوديه طلبوا، كمان ناس كتير طلبوا ان احنا نبطأ تصوير شويه عشان تقدروا تستفيدوا بكل جزء في الشقه. فالفيديو ده بطيء شويه، مش عارفه يعجبكم ولا لا، اكتبوا لي برضو هل كده افضل ولا نسيبه على سرعته الاصليه. بصوا بقى اوضه النوم الاطفال قد ايه جميله، طبعا ما تعتبرش اطفال قوي، تعتبر شبابي اهي، لان الاوضه ما فيش فيه سيمبل قوي ومودرن جدا، مفيش فيها جو الاطفال، لكن هي اوضه سريرين، ففي المطلق احنا بنسمي اوضه اطفال، لكن تعتبر هي اوضه شبابي. بصوا الجمال. وانا بفضل في تصميم الاوضه، تصميم البيت من الاول هعمل اوض اطفال، يبقى ما اعملهاش بروح الاطفال قوي، عشان الولاد بيكبروا بسم الله ما شاء الله بسرعه، فتبقى مش كل شويه عاوزه تجددي، خاصه ان التجديدات دلوقتي والعفش والفرش بيبقى مكلف جدا. فدي الاوضه دي تنفع شبابي، تنفع ولادي، تنفع اطفال، تنفع اوضه ضيوف، حلوه قوي. بصوا الجبسون بورد اللي فوق والتشطيب من فوق في السقف. ده حمام تاني اهو. كل حمام بيحط فيه فكرة غير التانية، طبعا بيتحكم في المساحة، اذا كان حمام بقى ماستر، اذا كان حمام ضيوف، اذا كان حمام في اوضة نوم الكبيرة. بيعمل فيه جبسون بورد، بيعمل فيه اضاءة، بيعمل فيه زرع، فحلو قوي كل الاكسسوارز اللي بيهتم بيها في تشطيباته الحمام والحاجات دي. وادي الحمام التاني. دي اوضة تانية. بصوا بقى هنا الوانها حلوة قوي، الإضاءة والجبسون بورد والتفاصيل اللي في التنجيد اللي من تحت وظهر السرير، والكومود باللون الأسود مع الجريف طبعا حلوين جدا. فكرة المفاتيح الكتير والشواحن حلوة قوي، هو ارتزان بيهتم بكل التفاصيل، بحيث ان انا مبقاش عندي فيشة واحدة او فيشة مضايقانة او فيشة مكان بعيد. بصوا الدولاب والمكتب، والدولاب جزء من فوق تقفيلة من فوق حلوة قوي. استغلال المساحات صح، لان طبعا بيصمم لك الأوضة بتاعتك وفقا للمساحة اللي عندك، ما بتبقيش متضايقة اهو، ما بتبقيش حاسه ان قطعه اساس محطوطه في غير مكانها. كده احنا خلصنا الاوضتين الصغيرين، هندخل بقى على الاوضه الماستر. بص الجمال والمساحه، والبيت ما شاء الله اللهم بارك مبهج بالوانه. بصوا بقى شايفين الباب الازاز ده، هنشوف وراه ايه دلوقتي. بصوا ده الاوضه الماستر، شكل السرير، التنجيد على الحيطه نفسها اهو، والجبسن بورد فوق والاضاءه فوق. اوضه ملوكي حرفيا. بصوا كمان الكومود والشغل اللي على الكومود. أوضة حرفيا أوضة فندقية بكل التفاصيل. هنا الباب ده هندخل منه لأوض النوم. أسفل الحمام وللدريسنج. بصوا ده الدريسنج اهو، شوف تقسيم الدريسنج تحفة. ان يبقى عندك دريسنج منفصل عن الأوضة حلو جدا، ده في الممر اللي بيودي للحمام، فحلو قوي.
الفكرة رائعة، التصميم رائع، الشكل النهائي تحفة. شابوه ارت ديزاين. ارت ديزاين اللي عاوز اسيب لكم لينك صفحة الفيسبوك وارقام التليفونات. الناس اللي بتقول لي هم مش بيردوا، هم لان فعلا بيفتحوا 4 مرات في السنة باب التعاقد للناس كلها، لان بيشتغلوا الشغل بتاعب، فمش بياخدوا عدد كبير من التعاقدات. ما عدا الناس القديمة اللي بتتعامل معاهم، من حقهم في اي وقت يفتحوا بينهم وبين بعض تواصل للتعاقد. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم، استفدتوا منه. ولو بفكره متنسوش دعمكم للقناه بلايك وكومنت سبسكرايب. اشوف حضراتكم في فيديو جديد وشقه جديده وعروسه جديده، واتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه باذن الله. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.